انا تزوجت، وداك الانسان اللي تزوجت به كان كيعرف وحده قبل ما نتزوجوا، وحتى هي مزوجه، وزيد كان كيكمل حشيش، وكانوا والديه كيصرفوا عليا وعليه. انا ملي عرفت هذا الشيء طلبت الطلاق، انا اللي تكلفت بكاع المصاريف وطلقت، ولكن ما بقيتش كنفكر في الزواج. أه انا ما فهمش الصراحه علاش بزاف ديال البنات يعني كيقبلوا يتزوجوا بواحد الانسان قبل ما يسولوا عليه مزيان، وقبل ما يتاكدوا واش هذاك الراجل يعني متشبت بالدين ديالو، واش عنده اخلاق، واش قادر يتحمل المسؤوليه ولا لا. هو اكيد الاسلام يعني ما عطاش الشرعيه العلاقات غير شرعيه باش نعرفوا الناس، ولكن عطانا واحد الباب ديال الخطبه والتحري. يعني البنت فاش يخطبها هذاك السيد، راه هنا خاص عائلتها يعني يسولوا على هذاك السيد واش مزيان ولا لا. يعني كاينين طرق بزاف باش يقدروا يسولوا عليه، يمشيو يسولوا عليه في خدمته، يسولوا عليه جيران ولا عائلته. المهم باي طريقه خصهم يتاكدوا يعني واش هو فعلا يعني راجل اللي غادي تعتمد عليه ولا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني راه وضح لنا هذا الشيء، قال لك اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني الزواج ما خصوش يتبنى على يعني على المجهول، يعني ما عرفاش انا هذاك السيد كيف داير ولا، فهمتيني؟ بالعكس، راه خص ضروري الزواج يتبنى على الدين والاخلاق، ولا شي حاجه اللي نكونوا عارفين واش مزيانه ولا لا. يعني ديما اللي كتبني حياتها يعني على واحد الحاجه مجهوله حتى كتكتشفها من بعد، هنا فين كتندم، وهذا الشيء اللي وقع لك، فهمتي؟ ولكن الانسان اللي كنسولو عليه وكنعرفوا انه مزيان وبزاف د الحوايج، هنا كتكون واحد الطمأنينة، وما تيكونوش يعني المشاكل، والانسان يعني كيكمل حياته، فهمتيني؟ وهذا الشيء اللي واقع لك نتيا يعني راه ماشي غنقولوا يعني لانك انت خايبه ولا ما مزياناش ولا لا، بالعكس، غير هو هذا الشيء اللي وقع لك دليل على ان الله سبحانه وتعالى يعني بعدك من واحد الطريق اللي ما فيهاش البركه. يعني راجلك ما كانش يعني زوج صالح، وهذا كان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والدنيا راه ابتلاءات، وهذا الطلاق ديالك ماشي هو النهايه، بالعكس راه تقدر تكون بدايه جديده، فهمتيني؟ داكشي علاش انت حاولي ما تحرميش راسك من يعني من الامال ومن بزاف الحوايج، ولا انك تحكمي على حياتك انها صافي تسالات، لا. راه يعني الزواج ماشي غايه، ولكن هو وسيله يعني للسكينه والاستقرار، وباش الانسان يكمل حياته. والى ربي ما كتبش لك يعني في هذا الزواج بركه وما كانش مزيان، راه فيها خير. ربي ربما كيخبي لك شي حاجه اللي غتكون انقى وانسب لك من هذا الشيء اللي عشتي، فهمتيني؟ وحاولي ديما تخلي هاد التجربه ديالك تقوي من الشخصيه ديالك، وتعلمك بزاف د الحوايج، وتحاولي انك تعيشي لراسك اولا، وتبني سعادتك يعني بعيدا على التعلق بالناس ولا شي حاجه. وربي راه الا كتب لك شي زواج اخر راه غادي يجي، فهمتيني؟ ما غتعرفيش امتى وغادي يجي. وحاولي انك ما تقبليش يعني غاب اللي كان، ديما قبلي بناس اللي يستاهلوا، وهذا الشيء اللي كاين، والله ييسر لك الامور.